موضوع اليوم اتوقع ان اللي دمعته قريبه راح تطيح دمعته، لان انا شفته يعني تاثرت بشكل انتم ما تتخيلونه. وانا راح اطرح الموضوع وفي رسالتين. انا ما احب اقول شيء بالهوى، لا الا في رسائل، وهذا في رسالتين. الرساله الاولى راح اقولها مرور الكرام، واللي يلقطها. نبلش بالموضوع. التوأم العراقي عمر وعلي، هذه اول رساله ترى. وراح اوريكم اليوم ان الاب والام شلون قاعدين يطالعون عمليه فصل عيالهم لايف مباشر تلفزيون. عندي الفيديو، والعمليه فيها خطر على الاطفال. ام عراقيه حملت وجابت توأم، واكتشفوا ان التوأم لازقين ببعض، ولازقين بشكل صعب، امعائهم متشابكه مع بعض. الله يشافيهم ان شاء الله ويبعد الشر عنا كلنا. يمين يسار عملية فصل ما نقدر، غالية، تكلف ملايين. من اللي فزع؟ المملكة العربية السعودية قالت يبغى انا اسوي العملية اللي تكلف ملايين ببلاش، ما ابي فلس حمر. شلون؟ مو شغلكم. وهذه مو اول مرة ترى، هذه اعتقد العملية رقم 54 لفصل توائم بدون لا ياخذون مقابل. يا حل السعودية. المهم، في وقت دكاترة وايد رفضوا العملية لخطورتها، هذا الدكتور اللي اسمه الدكتور عبد الله الربيعة، وهو الرئيس الفريق الطبي اللي فصلوا التوأم. وراح اوريكم الحين لما يطلعون من العمليات الدكتور يقول خلوا الام تجي تشوف العيال، كل واحد بسرير. الله، شنو هالاحساس؟ شنو هالجمال يا السعودية؟ قبل لا تطق سكيب عشان تشوف الفيديو، بقول لك على نقاط بالفيديو عشان تحس فيه اكثر. ركز ان السفير العراقي كان موجود بهالغرفة. ركز ان الابو اول ما بكى وطاح. ليش بكى وطاح بهاللحظة؟ لان واحدة من السسترات من الطاقم الطبي لا شعوريا اول ما فصلوا التوأم عن اخوه صفقت، والابو شافها ودرى ان العملية نجحت، وهذا اللي خلاه يطيح يبكي. هذا كله وين؟ في مستشفى الملك عبد الله التخصصي بالرياض. الله يرحمك يا الملك عبد الله، سيرته حلوه بكل مكان وزمان. الله يرحمك ان شاء الله، والبركه اللي موجودين. شوف الفيديو ايش كثر جميل. الله اكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد يا رب، يا رب لك الحمد يا الله اكبر. الحمد لله الله اكبر. فعلا الله اكبر، فعلا الله، الحمد لله والشكر. قبل لا اوريكم الفيديو وهم طالعين من العمليات وشلون الدكتور عبد الله يقول خلوا الام تطالعهم، ابى اوريكم الابو والام اول ما وصلوا المطار قبل العمليه. لاحظوا نظرات الام حق عيالها شلون كانت، خوف من المجهول، وداع، ما تدري هي جايه شايله اثنين، ما تدري ترجع بدونهم لا سمح الله، ولا ترجع شايله واحد والابو شايل الثاني. شوف نظراتها. الحمد لله على السلامة، مرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم. عمر وعليكم السلام. كيف كانت الرحلة؟ مساعدتكم من دروس؟ والله ان شاء الله. والشكر على كل حال، ونشكر خادم الحرمين الشريفين على التوقيت. نشوف اسعد فيديو وهم طالعين من العمليات، والدكتور عبد الله الربيعة بوجهه تباشير خير حق الام والابو، وشاف السفير العراقي وسلم عليه، قال خلوا الام تروح وتشوف عيالها كل واحد بسرير. الله، احساس جميل وكأنه ماي بارد انكب عليك. شوفوا الفيديو وبعدين عاد بقول لكم شنو اللي ابي اوصله من هالموضوع. يسار هم سجودهم كم النجاح والله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. هلا مساك الله. اهلا.
هذا جزاك الله خير. هذا عمر، تبغى تشوفونه تفضل. بيض الله وجهك دكتور. هلا سعادة السفير، هلا حبيبي، هلا. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم، الله يحفظكم. تفضلي 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 شوفي عمر. الحمد لله نجحت العملية وممتازة والله. تفضلي تفضلي. خلوا الأم يا جماعة. تفضلي. محمد الحمد لله على السلامة. تفضلي. الطفل أبدا. رسالتين. الرسالة الأولى واضحة من أسامي الأطفال، أساميهم عمر وعلي، الله يجمعهم على الخير. وعمر وعلي إخوان بالدم، عمر وعلي إخوان بالجنسية، عمر وعلي إخوان بالعروبة، عمر وعلي إخوان بالدين. الله لا يفرقكم إن شاء الله، ولا يفرق هالأمة العربية هذه كلها، ولا بيبو بالإشارة يفهموا. الرسالة الثانية لازم نقول الحمد لله. منو إحنا؟ دول الخليج لازم نحمد ربنا باليوم 60 مرة، 60,000 مرة. العراق اللي عرف، ترى العراق قبل كان يحكي، يعني كانوا أهلنا حتى الجيمر والبقصم والماي الحلو والتمر يجيبونه من العراق، بلد خير. لكن الأيام دول وانقلبت الآية، وهذا الشيء أكيد ما يعجبنا. إحنا ودنا كل الأمة العربية تعيش بخير وبسلام، لكن لازم نحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها. ترى النعمة زوالة، والنعمة تبي شكر، وما يدمر أي دولة بالعالم إلا كثرة الأحزاب فيها والتدخلات الخارجية. الله يبعد عنا كل شر، وترجع العراق مثل أول وأحسن، وتظل دول الخليج من أعلى إلى أعلى. الحمد لله على سلامتهم، وشكرا للمملكة العربية السعودية.